اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنتكلم عن شرح مفصل للساعه الاكس 9 بلس الترا من كونكت مي. هنتكلم عن مميزات الساعه، كل التفاصيل اللي في الساعه، كل حاجه في الساعه، سواء بقى محتويات العلبه او هنتكلم عن امكانيات الساعه نفسها. فخليك معانا عشان تشوف الفيديو كامل. يلا بينا. اول حاجه هي الساعه طبعا بره العلبه، لان انا استخدمتها عشان طبعا اعرف اطلع كل المزايا والعيوب بتاعتها. طبعا خلي الساعه على جنب كده بالاستراب بتاعها اللي بيجي معاها ده، اللي هو عامل زي الاستيك ده شبه، او هو مش هو شبه بالظبط، يعني هو عامل زي بتاع الساعه الابل الجديده الناين اللي ما نزلتش مصر لسه، نفس اللونين اللي هو واخد اورنج وواخد ازرق. يمكن حتى في الريل احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، ان هي بتنزل باتنين استراب. ده اول استراب بينزل معاها، تمام، والاستراب التاني بيجي معاها. دي محتويات العلبه اهي، مش عارف هتبان كده ولا لا، بس انا ايه هوريها لكم يعني. جميل. بيجي معاها الشاحن الوايرلس، جميل اهو شاحن وايرلس، وبيجي معاها سكرين. ودي حركه محترمه جدا بصراحه، يعني انا احترمت الشركه دي، لان هم حاطين سكرين، عشان دي من الحاجات المتعبه ان انت تدور على سكرين للساعه بتاعتك. دي حاجه يعني مش سهل انك تلاقيها، فحاطين معاها سكرين لحمايه الشاشه من الخدش. حاطين كمان الاستراب التاني اللي هو الاوف وايت ده، شكله شيك قوي، تمام. وحاطين كتالوج لشرح بقى المواصفات كلها، بس طبعا انت زي ما قلت في الريل مش تحتاجه، لان انا هشرح لك كل حاجه. وحاطين كارت الضمان. هنا بقى عندي ايه، بستوقف شويه عند الحته دي، لان الشركه بتبيع ساعه صيني، مش براند نيم، يعني مش حاجه مثلا زي هواوي زي ابل زي سامسونج، وحاطط كارت ضمان للساعه. فيعني انت كده رقيت الساعه من ان هي تشاينيز براند ان هي تبقى ساعه براند نيم. ايه تاني موجود في العلبه؟ بتشتغل من خلال ابلكيشن الوير فات برو، والشاشه بتاعتها اموليد، وهي فعلا الشاشه بتاعتها اموليد، وهتبان كمان في الشرح اكتر. وطبعا الان اف سي، انا طبعا بالنسبه لي ان اف سي ممتاز ومبهر. ممكن اقدر افتح سمارت دور زي الساعه مثلا، ساعات كتير جدا في السوق بتدعم الخاصيه دي، واقدر ادفع من خلالها بالكريدت كارد. انا ما بنصحش بده، وهي اصلا الخاصيه دي مش متفعله في مصر لسه، انك تدفع من خلال الساعه او من خلال الموبايل بالان اف سي. هي الحاجه الوحيده اللي اشتغلت في مصر انك ممكن تشحن كارت الكهرباء من خلال الموبايل، لو الكارت بتاعك وايرلس وبيدعم الان اف سي، والموبايل بتاعك بيدعم الان اف سي، تقدر تشحن كارت الكهرباء دايركت. لكن انا لو هي خاصيه الدفع دي اتعملت، انا شايف ان هي مش حاجه، يعني حاجه مخيفه شويه، الساعه بتاعتك تضيع او تقلعها في مكان فحد يعمل بيها عمليه الدفع. لكن خاصيه الان اف سي هي بتدعم الان اف سي. ماشي، دي محتويات العلبه، خلينا كده نحطها على جنب ونتكلم بقى عن تفاصيل الساعه وامكانياتها. اول حاجه هنتكلم عنها غير الاستراب، التصميم المعدني بتاعها. الفريم معدني قوي مقاوم للخدش، دي من المزايا المهمه جدا فيه. بيجي بثلاث زراير، زرار من الجنب من هنا ده بيجيب لك السبورتس مود اول ما بتدوس عليه، وزرار التاني من الجنب التاني ده بتدوس عليه عشان يجيب لك المنيو، جميل. وبتدوس على الزرار اللي فوق ده، البكره اللي فوق دي بتغير لك ما بين الوجهات، مش الواتش فيسز، لا، يعني بيجيب لك الحاجات اللي هي زي دي كده. ولو دوست عليها كده فتره بيجيب لك المنيو الكبيره. طبعا المنيو الكبيره دي فيها كميه ابس وكميه شرح، يعني ايه، استحملوني عشان عايز احكيها بالتفصيل، عشان في ناس كتير كنت بعمل الساعات واقعد اشرحها في الاخر يقول لي انا في نقطه معينه انت ما اتكلمتش عنها، فانا هشرحها لك بالتفصيل عشان تعرف ايه المزايا بتاعتها. وتقدر زي الساعه الابل نفس الفيتشرز، انك تكبر الابس او ان انت تصغرها. نبدا اول حاجه بان انت لو سحبت الشاشه من فوق بتجيب لك ستاره الاشعارات، وطبعا واضح حتى في الجنب اهو هتلاقي ايه، رسائل الواتساب الكلام فيها واضح. دي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا، ان الجمل بتيجي كامله، مش بتيجي مثلا ناقصه او الحروف متفرطه او متلخبطه، لا دي بتيجي واضحه، اعرف اقراها واعرف اخش على كل شات لوحده. ده طبعا اي حاجه فيها شات، يعني ماسنجر بقى، انستجرام، اي حاجه هتجيلك نوتيفيكيشن هتعرف تقراها سواء بالعربي او بالانجليزي. لو سحبت ستاره الاشعارات من تحت هيجيب لك الطقس والستبس والويزرد والالارم، انك ممكن تحط عليها منبه للساعه، والتايمر وستوب ووتش واول ابس، لو عايز تدوس عليها هتدخلك برده على القائمه بتاعه اول ابس. طيب لو سحبناها من الجنب من اليمين هيجيب لك الميديا، وهي طبعا بتسبورت الميديا مباشره زي كده، عشان المايك بس فانت تبقى سامع. طبعا بتسبورت الميديا مباشره من الساعه، ودي مميزه جدا. الستبس، الهارت ريت، في كذا حاجه موجوده، كل ما بتسحب بتلاقي طبعا البلاد اوكسجين. بس خلينا نتكلم في حاجه في حته السنسورز برضو، يعني تحسب على الساعه ان السنسورز بتاعتها مش اكيوريت. بس خلينا نقول ان دي ساعه ب 1600 جنيه او ب 1500 جنيه، وبتنزل معاها 2 استراب، كارت للضمان، وفيها كل الفيتشرز اللي هحكيها لك دي. فهي عندها نقط قوه كتير بصراحه تخليني اشهد لها ان هي ايه، لا ساعه محترمه. طيب نسحب من الجنب من هنا
هيجي لك برضو اختصارات، قائمه مختصره للمزايا بتاعت الساعه. طيب تعال نخش على المنيو الكبيره بقى. هنبدا اول حاجه عندك هنا السطوع. تقدر من خلال السطوع ان انت تزود السطوع بتاع الساعه او لا، اعرف اقلل السطوع. بص بقى مديك اختيارات تحت. اقدر ازود الكونتراست، اخلي مده التايم بتاعت اللايت قد ايه. اول حاجه اقدر ان انا اخليها اول ما ارفع الساعه ان هي تنور، في ان انا ازود الكونتراست او اقلله. كل ده من المنيو بتاعت الايه، الكونتراست. عندك مثلا الكاميرا، انا اقدر اتحكم في الكاميرا من خلال الساعه. لو مجرد مربوطه على الموبايل زي كده، اقدر ان انا اقدر افتح الكاميرا، مجرد واختار واصور من خلال الكاميرا. طيب في ايه تاني؟ مسلم براير، ده اب موجود على الساعه، اقدر من خلاله اعرف مواعيد الصلاه، وبتجيلك تنبيه يقول لك ان ميعاد الصلاه قرب خلاص، او خلاص يلا عشان تصلي. فانا شايف ان هي حاجه ممتازه بصراحه، هي فكره جديده. تسبيح الكتروني، بص انت كلها بتعمل كده، بص هتلاقي ايه، حبايه بتتحرك. بص كل ما بتعمل كده حبايه بتتحرك، اللي هو انت بتسبح، تسبيح الكتروني. فانا شايف ان دي حاجه جديده بصراحه، ما شفتهاش في ساعه قبل كده للامانه. يعني انا ما شفتهاش في ساعه من الساعات اللي تشاينيز قبل كده، او ساعه عموما يعني. وفيها طبعا بعض الاذكار اللي بتظهر لك على الساعه، مبهره بصراحه. يعني دي لقطه ولمحه محترمه في الساعه، لا حاجه محترمه. عندك مثلا الباور سيفنج، انك ممكن تشغل الباور سيفنج مود، مجرد تدوس على العلامه هنا هيشغل لك الباور سيفنج. بيقول لك باور سيفنج مود اونلي ديسبلاي كارنت مود، عايز ده يبقى هو ده الكارنت مود. فطبعا احنا عشان بنشرح فمش هنعملها باور سيفنج، تمام. طيب البطاريه بتقعد قد ايه؟ البطاريه بتاعت الساعه دي على حسب استخدامي انا طبعا، عشان كنت بجربها فانا كنت هلكها استخدام. قعدت معايا حوالي 8 ايام 7 ايام. ده انا طبعا بهلكها استخدام عشان خاطر اعرف اعمل الريفيو. يعني بعمل منها مكالمات، برد على الرسائل، بشغل الجيمز اللي عليها. طيب السبورتس مود احنا شفناها بتيجي من هنا، تمام. تختار السبورت مود اللي انت عايزه. لو دخلنا على اي واحده من دول هيقول لك بقى ايه، بص هيبدا معاك بعد كده هيقول لك الكالوريز اللي انت بتحرقها، والكيلومترز والستبس والهارت ريت، بيديك تقرير كامل وشامل. السبورتس مود هتختار زي كده، هيظهر لك ان هو هيبدا ريدي. المميز بقى في الموضوع ده ان هو هيقرا لك الستبس والهارت ريت والكالوريز اللي بتحرقها والكيلومترز اللي بتمشيها. وكمان حاجه مهمه جدا، ان انت في الاخر طبعا بتسواب كده، ممكن تقدر تقفل الاب لو انت عايز، مفيش مشكله اهو. ان انت لو ماشي اوتوماتيك الابس دي بتشتغل. يعني انت لو ماشي دلوقتي ومش بتعمل سبورتس، انت رايح مشوار ماشي على رجلك، بتبدا الابس تشتغل وتديك نوتيفيكيشن ان انت بدات تمشي دلوقتي، ففي كالوريز بتتحرق. بس طبعا خلينا متفقين ان هي طبعا السنسورز بتاعتها مش اكيوريت، فده برضو ايه يعني لازم يبقى ده في الحسبان. بتسبورت سيري من خلال جوجل، وفيها جيمز وفيها الريكورد. طبعا اتمنى اللي هيستخدم الساعه يستخدمها في الحاجه الكويسه، يعني الفيتشرز دي يستخدمها في الحاجه الكويسه اللي ما تبقاش فيها ضرر، اللي هي الريكورد مود. انك مجرد ما بتختار ريكورد مود ممكن تسجل مباشرة من خلال الساعة زي دلوقتي كده. احنا دلوقتي بنسجل، وبقول للناس يا ريت نستخدم دي في حاجة تكون مفيدة، ما تبقاش حاجة مضرة للناس. احنا نسجل دايركت من خلال الساعة. طيب اهو هنقفل التسجيل اهو، خلينا نقفل ستوب. تعال نسمع بقى زي دلوقتي كده. احنا دلوقتي بنسجل، وبقول للناس يا ريت نستخدم دي في حاجة تكون مفيدة، ما تبقاش حاجة مضرة للناس. احنا نسجل دايركت من خلال الساعة. حاجه مبهره بصراحه، حاجه انا احترمتها جدا. بتفكرني بالساعه الامس فيت الجي تي 3 والجي تي 2، كانت فيها نفس الفيتشرز دي. فانا عاجبني ساعه تشاينيز، انا وفرت كل احلامي في ساعه ب 1800 جنيه او 1500 جنيه، فحققت لي كل احلامي. طيب فيها كالكوليترز، انت تقدر تحسب، واكيوريت جدا، وحجم الشاشه يساعدك ان انت تستخدمها عادي مفيش اي مشكله. فيها عندك برضو الجيمز، طبعا لعبه الطيارات دي انا بحبها جدا، بس ما انصحكش تلعب عشان ما تبوظش البطاريه بتاعتك. يعني عامه حتى على الموبايل ما تلعبش جيمز كتير، لان الجيمز بيبوظ البطاريه. بتقيس ضغط الدم، وتقدر من خلالها، بص ده الامرجنسي، لو لا قدر الله حصلت اي حاجه ممكن مجرد تكول بس كده بتتصل. لو هي مربوطه على موبايل ابل، هي طبعا بتدعم التشغيل النظامين الاندرويد والاي او اس. بالنسبه للاتصال، فالاتصال فيها سهل جدا، ممكن اتصال مباشر من خلال الساعه، او انك انت ترد على المكالمات مباشره. وفيها كونتاكتس، ممكن تتسجل ارقام بتاعتك على الكونتاكتس على الساعه. الجميل بقى ان فيها الجي بي اس، ان زي الساعه السامسونج الجي تي 4 وزي الابل ووتش، ان فيها جي بي اس. يعني انت لو موصل الجي بي اس ومشغل الساعه مع الموبايل، فهيظهر لك الويز او الاتجاهات الاسهم، يقول لك ادخل يمين او ادخل شمال، ده من خلال الساعه من غير ما تبص في الموبايل. اللطيف اللي عجبني فيها منبه، نقدر اضيف منبه على الساعه مباشره. يعني انا دلوقتي اهو هضيف منبه واقول له اد الارم، الساعه دلوقتي 16، فانا هقول له 16:49 يفكرني و50 اهو. الساعه دلوقتي المفروض 16:49، انا عملتها على 16:50 تحت اهو. طيب لحد ما المنبه يرن خلينا نكمل بقيه الخصائص بتاعتها. بص هو ما لحقناش يعني ورنا على طول.
طبعا دي حاجه يعني انت مش محتاج الموبايل، يعني لو الساعه بتاعتك مشحونه وموبايلك فاصل شحن وظابط الساعه ولابسها في ايدك وانت نايم، فهتديك النوتيفيكيشن تصحى. هي على فكره بتفايبريت، هي فيها فايبريشن ان هي ايه لو انت لابسها هتصحيك. طيب ايه تاني؟ لو دخل فيها ميه بقى، هي طبعا مقاومه لرذاذ الميه، يمكن انا حتى في الريل كنت حاطط حته في الفيديو وانا بتوضى بالساعه، بس انت خليها استخدامك لرذاذ الميه، معموله دلق عليها ميه، اتوضيت بيها ونسيت هتشتغل معاك عادي. طبعا ممنوع تنزل بقى اعماق كبيره جدا، وممنوع تستخدمها في الميه المالحه عشان تبقى بس فاهم. طيب لو دخل فيها ميه، عندك هنا اهو هتستخدم الفيتشرز دي، هتدوس عليها، هي مرسوم عليها علامه الميه دي، هتدوس عليها كده وتهز الساعه. طبعا كل الفيتشرز دي هم جمعوا كل الفيتشرز اللي موجوده في الساعات الابل والسامسونج، الحاجات اللي الناس مركزه فيها وحطوها في الساعه دي. طبعا هارت ريت والبلاد اوكسجين والكالوريز اللي بتتحرق والستبس زي ما قلت، كل ده هتلاقيه موجود في الساعه، الحاجات البيزكس الموجوده في كل الساعات. طيب الكالندر، عاجبني قوي الكالندر ان هي واضحه، يعني اقدر اضيف ميمو عليها، احط عليها اي حاجه انا عايزها. بص واضحه وسهله وما فيهاش اي حاجه، بص شكلها لطيف جدا. حاجه بقى عجبتني جدا في الساعه دي، المنيو ثيم طبعا تقدر تغيره لو دخلت على السيتنج. تمام، عندك انفو كتير قوي، نوتيفاي مي، يونيفرسال، سيبك من كل ده، والساوند والتاتش والبرايتنس تعليها توطيها، تحط مزيكا للساعه لما تيجي حد يتصل للساعه كمان ترن. كل الفيتشرز دي سهله وتقدر توصل لها لوحدك. انا عايز اقول لك بقى الحاجات اللي ايه التكات الجميله، عندك الباسورد، انك ممكن تحط على الساعه باسورد عشان لو انت قالع الساعه ما حدش يقرا النوتيفيكيشن او الحاجات اللي عليها. برضو استخدمها في الحاجات اللطيفه، يعني حاول استخدمها في ده. كل ده موجود في الساعه، والباور سيفنج مود والهيلثي ريمايندر، كل ده فيتشرز موجوده في الساعه. عندك كل الفيتشرز زي تسجيل المكالمات، الحاجات اللي ما فيهاش سنسور شغاله بيرفكت 100% 120%. تمام، البطاريه بالنسبه لي مقبوله جدا، انا مش عايز اشحن الساعه كل يوم، فمجرد الساعه معايا بتقعد اكتر من يومين ما بستخدمهاش ان انا احطها على الشاحن، انا بالنسبه لي انا كعمر كاستخدام ببقى مبسوط جدا. لو الساعه هقعد استخدمها كل شويه اقعد اعدل في الساعه وايه ده البطاريه لا فصلت على الشحن، يمكن ده حاجه بتضايقني في الساعات السامسونج. طبعا انا مش بقارن براند ببراند اكيد، بس كل حاجه ليها مزاياها وليها عيوبها. بس السامسونج مثلا بالنسبه لي ده استخدامي الشخصي، انا ما بقتش احب استخدمها ان هي بتقعد يوم شحن، انا بالنسبه لي بميل اكتر مثلا للهواوي عشان بتقعد 14 يوم. فانا بالنسبه للبطاريه لا بصراحه ممتازه جدا. هي يؤخذ عليها حاجه واحده بس، ان السنسورز بتاعتها اكيد مش اكيوريت، ولازم نبقى فاهمين ده، لان هي لو اكيوريت بقى وزي الهواوي وزي الابل مش تبقى في السعر ده بالامكانيات دي بالشكل ده، يعني ولا 20000 جنيه. بس كده ده باختصار، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف الموديلات التانيه والمنتجات الجديده اللي بننزلها على طول. باي باي.